ثعلبة أعطاها الله ميزة، أعطاها الله ميزة وهو على غير الإسلام، أنه يمسح على المجنون ويبرأ من جنونه. لا أبعيد. جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شخصية رجل عظيم وهو على غير الإسلام. وترى أحيانا يعطيك الله أمر معين وهو ابتلاء لك، لا تفرح، لأن الله يقول في الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كيف الآن ينسون يفتح عليهم؟ قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة أسدلت إليه ويأتيها بالشكر وبالزيادة. على كل حال، ضماد بن ثعلبة أعطاها الله ميزة وهو على غير الإسلام، أنه إذا مسح على المجنون يبرأ من جنونه. لا إله إلا الله. فلما دخل إلى مكة جاءوا اللي حوله قالوا: اصبر يا ضماد، عندنا مجنون اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه نبي، فلما لا تمسح عليه لعله يبرأ من جنونه. فدخل ضماد بن ثعلبة وجلس في غرفة الله في مكة، قال: أنا جاي ما عندي شيء، ليش بروح أبحث عن محمد ونمسح عليه لعله يبرئ من جنونه ونسمع منه. أخذ كلام القوم الذين حوله، فخرج في مكة يقول: أين أجد محمد؟ أين أجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: تجده قبيل الكعبة قريبا منها جالس. اسمع الآن إلى الأخلاق واسمع إلى الرحمة إذا اجتمعت. لا إله إلا الله. فلما جاء ضماد بن ثعلبة دخل ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضماد بن ثعلبة قادم، فقال: مرحبا بضماد بن ثعلبة. الله أكبر. فانجن هنا الرجال، قال: وما يدريك أنني ضماد بن ثعلبة؟ قال: أوحي إلي قبل قليل أنك ستقدم، إذن هذه أول مرتبة من مراتب النبوة. فلما جاءه في مكانه، تخيل واحد يطرق عليك الباب ويجيك في مكانك ويقول: تراك ما تستحي وأنت فيك ما يخطيك وأنت تفعل وتسوي، وش بتسوي؟ تقفل الباب تقول: راح الله لا يردك. صحيح. لكن هذا ضماد بن ثعلبة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان جلوسه، اللهم صل وسلم، وقال له: سمعنا يا محمد أنك مجنون فأسمعنا ما عندك. يبي شخص حتى يمسح، لأن الآن أعطوه من الزخم، قالوا له: راح امسح على محمد. فقال: أنت ضيفي يا ضماد فأسمعني ما عندك. هذا يقول له مجنون، يقول له: لا أنت ضيف اسمعني، ما تكلم قبله. قال: أنت ضيفي يا ضماد فأسمعني ما عندك. قال: أما ما عندي، وبدأ يعطيه من قصائد العرب ما يملك غيرها. قال: أفرغت يا ضماد؟ قال: نعم. أسمعنا يا محمد ما عندك. قال: أما ما عندي إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله. شوف نسمعها على المنبر، لكن بالله استشعر. قال: من يهده الله، يقول له ضماد: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال: أعد والله ليس بكلامي مجنون. قال: إن الحمد لله أحمده وأستغفره وأستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله. يشرع على ضماد، قال: من يهده الله فلا مضل له. قال: أعد والله ليس بكلامي مجنون. فلما عادها النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. جاء على النبي شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع. الآن كلما سمعنا ضماد قلنا رضي الله عنه وأرضاه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الرحمة، وهذا هو الأخلاق العظماء الذي تعلموها هؤلاء العظماء حول النبي صلى الله عليه وسلم، فنالوا المرتبة العظيمة وهي أنهم يبحثون كيف يكونون مع رسول الله في الجنة. بس ترى